ليله جديده من ليله القمه وليله الديربي وعظمه النهارده. هي عظمه الديربي. هنتكلم النهارده على كل حاجه بقى شامله الديربي. خلاص الاهلي اعلن قائمته، الزمالك اعلن قائمته، غيابات هنا وهنا مؤثره بشكل كبير خاصه في الناحيه الثانيه ناحيه النادي الاهلي اللي عنده غيابات بالجمله. بقى نقدر نقول مين ومين. تعال اقول لك كده ايه غيابات الاهلي، ونبدا بالاهلي كده. ومحمود متولي طبعا الايقاف بسبب الانذار اللي خده الثالث في مباراه المصري، منعم اللي بقاله فتره مصاب، ياسر ابراهيم اللي تعرض لاصابه، عندنا السوليه، عندنا حمدي فتحي، عندنا برونو سافيو اللي كمان مصابين، غير طبعا اكرم توفيق وكريم فؤاد اللي عندهم طبعا رباط صليبي. فنتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل ليهم ويرجعوا على خير باذن الله. الناحيه الثانيه في الزمالك غيابات، في غيابات، ولكن نقدر نقول هو واحد مؤثر واحد مش مؤثر. الواحد المؤثر ده مين اللي خلاه دلوقتي يكون غايب؟ هو نادي الزمالك. ازاي يا عم نادي الزمالك؟ هو الزمالك بيصيب حد؟ لا، هقول لك فتوح، احمد فتوح مش بره خارج القايمه، بقاله 3 مباريات خارج القايمه، الراجل مش عارف يرجع. سالت وعرفت ان ليه فتوح بره القايمه. حتى المباراه اللي فاتت ليه كان بره القايمه في مباراه بيراميدز في كاس مصر، قالوا لي الراجل نفسيته وحشه، الراجل نفسيته متدمره. حتى لما بينزل يتدرب فتلاقي فيريرا بيتكلم معاه يخش في الفريق الاساسي علشان نلعب التقسيمه، فتلاقيه بيقول له لا انا هيجري حوالين الملعب، فيسيب التقسيمه اللي هي تراي ماتش قبل المباراه زي مباراه بيراميدز مثلا، وتلاقيه بيجري حوالين الملعب. فحاله نفسيه سيئه جدا بيعيشها فتوح، وكل ده بسبب مرتضى منصور. فمش عاوزين نتكلم في مشاكل، خلاص الحلقات اللي فاتت دي اتكلمت بما فيه الكفايه في مشاكل، وقلت لك الفرق ما بين الاداره هنا والاداره هنا ومين بيتفوق على مين. ولكن بكل منطق انت بقى مش عاوز تصدق، انت بقى يعني تخش تشتم وتقول لي اصل انت بتطبل، فمش هطبل. انا واحد زملكاوي وعاوز مصلحه الزمالك، فبقول لك الصح واللي وايه المنظومه الصح اللي بتشتغل عليها. انت شايف منظومه الاهلي عامله ازاي. ولكن خلينا في المهم في ليله الديربي، ليله سعيده على الجميع ان شاء الله، ليله اتمنى انها تنتهي بكره لصالح الزمالك. انا كزملكاوي اتمنى ان شاء الله ان المباراه تنتهي للزمالك زي الاهلاوي ما بيتمنى ان المباراه تنتهي للاهلي. ولكن هي مباراه بنسبه كبيره جدا هتحدد الاهلي هيكون فين في الدوري والزمالك هيكون فين في الدوري. هل الزمالك هيقدر يقرب من الصداره ويحط بقى النقط فوق الحروف ويبدا الانطلاقه الكبيره قبل بدايه دوري ابطال افريقيا، ولا الاهلي يستغل وقوع الزمالك ويقدر كمان انه يفوز عليه ويدخله في دوامه المشاكل مره تانية؟ وداخلين دوري ابطال افريقيا كمان خلاص، يعني نقدر نقول اقل من 20 يوم، فانت داخل في دوامه. فهي البدايه بكره بدايه للزمالك، هل يقدر يفوز علشان ياخدها بدايه وانطلاقه قويه للفتره اللي جايه، ولا الاهلي هو اللي هياخدها انطلاقه وفتره قويه للي جايه كمان لكاس عالم الانديه ودوري ابطال افريقيا؟ فهي في الحالتين فالزمالك محتاج فوز. اما الاهلي من وجهه نظري مش شايف قوي يعني الحته دي. يعني الاهلي مثلا لو خسر بكره فمش الاهلي مش هيتعطل، الاهلي مش هيقع، مش هيخش في دوامه المشاكل قد ما الزمالك هو اللي هيخش في دوامه كبيره من المشاكل والزعزعه الاستقرار الفني والاداري. زي ما احنا شايفين رئيس النادي كل ما بيحصل اي خساره او اي حاجه فيطلع يتكلم على المدير الفني، وبعد ما بيتكلم يقول لك انا ادعم فيريرا لنهايه الموسم، يقعد يتكلم على اللعيبه انهم بيشربوا مش عارف ايه، فبعد كده يقعد يقول للناس انا هقاضي الناس اللي هم بيتكلموا على اللعيبه، مع ان انت اللي بتعمل المشاكل دي كلها وانت اللي عامل الزعزعه دي كلها في الفريق والفرقه كلها بالخسائر في كل الالعاب. ولكن الزمالك ليه جمهوره فقط، مش انت اللي تقول انا اللي بجيب البطولات للزمالك، لا، اللي بيجيب بطولات للزمالك هي نادي الزمالك، كيان كبير بجمهور الكبير هم اللي بيصنعوا الفريق. خلينا في المهم والغيابات. هل الغيابات مؤثره عند النادي الاهلي؟ تعالى كده نبدا الاهلي واقول لك التشكيل المتوقع بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا غيابات مؤثره، انت لو هتيجي تبص في الخط الدفاعي فما فيش غير رامي ربيعه، هتيجي تبص في ناحيه اليمين محمد هاني وخالد عبد الفتاح. هل ممكن كولر يفكر في ان محمد هاني يلعب سيرد باك تاني جنب رامي ربيعه ويدفع بخالد عبد الفتاح باك رايت ورامي ربيعه ناحيه الشمال؟ ده اللي انا بتوقعه بنسبه كبيره جدا، اللي هي الحته ديت. واعتقد كمان ان هي مناسبه. وانا قاعد كده بفكر قلت بالغيابات ديت هل التشكيل المتوقع اللي اقدر اقوله للناس ايه؟ فقلت الشناوي في حراسه المرمى، قلب دفاع بالنسبه للاثنين رامي ومحمد هاني، يمين خالد عبد الفتاح، شمال بالنسبه لعلي معلول. طب نص الملعب بقى انت شايف غيابات، انت شايف غياب السوليه، غياب حمدي فتحي، فما عندكش غير ديانج، مين هيدفع؟ انا شايف الحقيقه ان ديانج طبعا بشكل كبير جدا هيكون موجود، قفشه وفخري، بس هم الثلاثه دول موجودين
في نص الملعب، لان الاهلي بيلعب ب 4-3-3. فانا شايف ان فخري يلعب 8، ديانج يلعب 6، وقفشه يلعب كصانع العاب. الوينجات مش هنختلف كتير، هم اللي موجودين والمتالقين في الفتره الاخيره بالنسبه لعبد القادر، وبالنسبه لي حسين الشحات مهاجم صريح بشكل كبير جدا، وبنسبه تتخطى 90% هيكون كهربا هو اللي هيقود الجانب الهجومي بالنسبه لي النادي الاهلي. وده اللي انا متوقعه. يعني كمان غير المعلومه اللي انا عرفتها ان كولر بيفكر بشكل كبير جدا ان يدفع بكهربا على حساب شادي حسين او محمد شريف، ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل بكره. دي بالنسبه للتشكيل المتوقع اللي انا شايفه اللي ينفع لمباراه القمه في ظل الغيابات الكتيره بالنسبه على النادي الاهلي. طب بالنسبه للزمالك ففي حاله من التوتر، حاله من القلق بالنسبه لي، لان الزمالك مش محتاج ان انت تقول هيلعب بطريقه ايه، ولا هيلعب بتشكيله ايه، ولا مين هيلعب ولا مين هيقعد. ولكن الزمالك بيحتاج حاجه واحده بس اللي غايبه عنه الفتره الاخيره، وهي الروح، هو العزيمه والاصرار على الفوز. اما الاهلي فهو عنده الحته دي وعنده الجمهور بيحمسه. الناحيه الثانيه الجمهور موجود بشكل قوي جدا، جمهور الزمالك العظيم الجميل، ولكن هل اللعيبه حاسه بقيمه الجمهور اللي بيتعب في المدرجات بشكل قوي جدا عشان يقدر ان هو يسعد الجمهور اللي سواء اللي موجود في المدرجات او في خلف الشاشات؟ هو ده العامل. فانا ممكن اقول لك الزمالك المفروض يلعب ب 3-4-3، واصلا فيريرا مش بيلعبها ولعبها مرتين بس في الموسم ده، والباقي تلاقيه بيلعب ب 5-3-2، يلعب ب 4-3-3، يلعب ب 4-2-3-1، فبيغير كتير فيريرا. ولكن هو المطلوب ايه من لعيبه الزمالك علشان تقدر انها تفوز؟ زي ما قلت لك، الروح، الاصرار، العزيمه، انك نازل ما تكونش موظف، انت نازل علشان عاوز تكسب، عاوز تصالح جمهورك بالفتره الاخيره من الخسائر النقاط الرهيبه اللي حصلت في الدوري وخروجك من كاس مصر. الكلام النفسي اقوى من الكلام العملي والفني دلوقتي. اعتقد بنسبه كبيره ان فيريرا مش هيتكلم كتير فني، زي ما انا دلوقتي مش هتكلم فني، ولا هقول لك مين هيلعب، ولا هقول لك التشكيل المتوقع مين للزمالك. مش هقول لك في حلقه دي، في الحلقه دي مش هتكلم على اي الكلام ده، ولكن هتكلم وهطلب ان من لعيبه الزمالك تكون على قد المسؤوليه، تكون رجاله وتحس بقيمه الجمهور، زي ما الناحيه الثانيه كده بتشوف لعيبه الاهلي حاسه بقيمه جمهورها وبدات انها تصالح جمهورها عن المواسم اللي فاتت، او بالنسبه في بدايه الموسم والانخفاضات لا بدا ان هو يشد حيله، بدا الاداره انها تقفل على الفرق كلها بالنسبه لكل الالعاب خاصه في كره القدم، بدا انه يدعم. فالاهلي بدا في الاستقرار الفني القوي مع كولر اللي شغال بشكل قوي جدا. اما فيريرا فبرضو انا الحقيقه راجل معذور، لعيبه الزمالك معذوره، لان بسبب المشاكل اللي موجوده بالنسبه لاداره الزمالك ومجلس الاداره وكل شويه الكلام ما ينفعش. هل انت الناحيه الثانيه بتشوف في النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب مثلا بعد ما بتشوف الاهلي بيتعادل مباراه مثلا فبيطلع يقعد يتكلم على كولر، او يخلي قناه الاهلي تقعد تتكلم على كولر بشكل سيء جدا ومش كويس، ويقول تصريحات مش على لسان كولر مثلا، وكل الاتهامات اللي بنشوفها دي؟ اطلاقا مش هتلاقي طول تاريخ النادي الاهلي مش هتلاقي الكلام ده كله. ونادي الزمالك نفس الكلام مش هتلاقي، ولكن هتلاقي في زمن مرتضى منصور دايما بيكون موجود، فانت هتلاقي الكلام ده. فمرتضى منصور دايما فكره ان انا هكسب بس. طب يقول لك اصل انا جايب صفقات، انا اللي بجيب بطولات. فين الصفقات؟ هل انت دعمت صفقات قويه؟ انت ما عندكش وجهه نظر فنيه قويه علشان تقدر ان انت تجيب صفقات تدعم فريق الزمالك. فبالتالي انت المفروض تطلب من المدير الفني ببطولات، فالمدير الفني عاوز صفقات قويه علشان يقدر يحقق لك البطولات دي. ولكن ما ينفعش ابدا انك تقول اصل انا هجيب لاعب بايه مش عارف ايه وامكانياته ايه، وفي الاخر تلاقيه لاعب سيء جدا. وجهة نظرك الفنية اللي عندك او اللي عندي بيجيب الصفقات هي سيئة ومش صح خالص، فبالتالي كل النتائج السلبية مين اللي بيلبسها؟ المدير الفني. بعيد ان في اخطاء فنية، وانا متفق جدا معاك في الحتة دي، وان فيريرا في اخطاء فنية رهيبة وبنشوفها قدام عينينا، ولكن الصفقات مستحيل يا جماعه ان في لاعب مش قادر ان يستلم كوره زي مصطفى شلبي، مستحيل ان لاعب مش قادر يلعب الكوره بدماغه زي سامسون ولا عارف يجري سبرنت، مستحيل انك بتخسر الالتحامات ضروريه بالنسبه للاهلي والزمالك في مباراه القمه، مباراه الديربي. اللي هيقدر يكسب الالتحامات هو اللي هيقدر يفوز بالديربي في النهايه، هو اللي هيقدر يسعد جمهوره، هو اللي هيقدر ياخد الصداره ويروح بالنسبه للاهلي، او يقدر يقرب من الصداره ونلاقي التنافس والسسبنس يزيد في الدوري المصري. اتمنى في البدايه
في بدايه المباراه ان المباراه ان شاء الله تكون مباراه مليئه بالروح الرياضيه، سواء هنا او هنا، جمهور هنا وهنا. نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه قويه، مباراة ترجعنا لزمن 4-2 كاس، 4-3 كاس مصر 2007، 3-3، 2-2. المباريات القوية ما بين الاهلي والزمالك اللي احنا دايما بنستمتع بيها، والوطن العربي وافريقيا كلها بيبقوا مستنيينها عشان يتفرجوا عليها. عاوزين المباراة تنتهي بالروح الرياضية، مش عاوزين يكون فيها مشاكل ولا سلبيات هنا ولا هنا. ان شاء الله في البداية ان المباراة تنتهي بكل خير. الافضل يفوز، الافضل يفوز. الكسبان نقول له مليون مبروك، والخسران نقول له هارد لك، ولكن كل واحد وليه تمنياته. علشان كده بقول لك توقعاتي قبل ما اقول لك تمنياتي اللي هختم بيها حلقه دلوقتي. فتوقعاتي يا سيدي بالنسبه للشكل العام الواقع على ارض الواقع في الفتره الاخيره، فالاهلي بيتفوق. الاهلي بيتفوق على الزمالك. يا عم ده الاهلي عنده غيابات، لا ما هو الاهلي يتفوق برضه على الزمالك. مالكش دعوه بالغيابات، ما انا قلت لك التشكيل المتوقع. هو التشكيل المتوقع اللي انا قلته لك دوت وحش بالنسبه للاهلي؟ لا، فهو الاهلي يتفوق، يتفوق على ارض الواقع وتوقعاتنا. يعني بالنسبه لي من وجهه نظري توقعات مش تمني طبعا انا اتمنى الزمالك، ولكن توقعات الاهلي يتفوق بالنسبه للحاله السيئه الفنيه اللي بيمر بيها الزمالك، والحاله العاليه اللي بيمر بيها الاهلي مع كولر والجمهور. فانت بتشايف الحاله ايه، فانت بتقول توقعاتك على الحاله اللي موجوده على ارض الواقع. ولكن مع صفاره الحكم 11 ضد 11 ممكن الواقع ده يتقلب والترابيزه تتقلب وتلاقي نتيجه تانية خالص، وهو ده اللي بتمناه انا كزملكاوي، ان المباراه تنتهي بفوز الزمالك ان شاء الله. انت كاهلاوي تتمنى طبعا فوز الاهلي، ولكن في النهايه هي كره القدم، فلا تخرج بره اطار كره القدم. ما تخليش حياتك انها تكون عامل نفسي انك بعد المباراه لو الزمالك خسر او الاهلي خسر فتخش في حاله مود نفسي سيء وتقول انا مخنوق وتنكر على اهل بيتك وكل الكلام ده كله. انا عارف والله كل الكلام ده كله، وانا شخصيا بمر باللي انا بقوله لك دوت، بس هعمل ايه؟ انا بحاول ان انا اهون عليك قبل المباراه. ولكن نتمنى ان شاء الله في المباراه انها تنتهي بمباراه قويه ان شاء الله نستمتع بيها. وتمنياتي ان شاء الله الزمالك يقدر يفوز زي ما انت اهلاوي وبتشوفني دلوقتي مثلا يعني ان الاهلي يفوز. ولكن بعد المباراه استنوني في رد فعل، واتمنى يكون رد الفعل ده وهو الزمالك كسبان. وهنتكلم كمان بعد المباراه بكره ان شاء الله ونحلل اللقاء. فاستنوني في حلقات وعظمه جديده، وكفايه عظمه لحد كده. سلام.